3 سنين وأنا باحلم باللحظة دي، كنت شايفها شبه مستحيلة، بس دلوقتي زي ما أنتم ما شايفين الحلم بقى حقيقة. أهلًا وسهلًا بكم على متن رحلتنا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلًا وسهلًا بيك عزيزي الجميل. أنا إسلام ودي قناتك 2GDM8 وتعال أحكي لك الحكاية من الأول. الانتظار ما كانش بالتحديد من 3 سنين. الحكاية من أولها خالص كانت مع دخول سنة 2013 مع اكتشافي لعالم اليوتيوب. من اللحظة الأولى حبيت العالم ده. فكرة إن في ناس بتصور وتتكلم وبتشارك شغفها قدام العالم كله كانت حاجة سحرية بالنسبة لي. في الأول كان مجرد انبهار، بس مع كل سنة بتعدي حبي للعالم ده كبر وتحول لحلم إن أكون صانع محتوى. الفترة من 2013 إلى ما قبل 2022 كانت فترة مليانة تجارب. أجرب أصور لعبة وأنا بلعبها، أعمل إيديت لماتشات كورة، كلها كانت حاجات متواضعة وعشوائية. ما كنتش فاهم نفسي، بس رغم ده كنت مستمتع بالتجارب دي، وذكرى كل تجربة مشكلة حافز جوايا علشان أحقق حلم الطفل اللي كان في 2013. سنة 2022 كل حاجة بدأت تبان أوضح. السنة دي كانت بالنسبة لي لحظة أنا فهمت أنا عايز إيه. جربت أعمل فيديو بجد، بدأت أدخل في العملية الإنتاجية للفيديو، مش مجرد إنك تصور وخلاص، لأ، في فكرة، في سيناريو، مونتاج، صوت، وكل تفصيلة بتبني الصورة الأخيرة. وأنا شغال على الفيديو الأول حسيت إن ده مكاني، ده العالم اللي عايز أكمل فيه. مع إن الإمكانيات كانت بسيطة وجهازي وقتها ما كانش مهيأ خالص للشغل ده، بس الحماس كان هو الوقود. كنت بشتغل بالساعات حتى لما الجهاز كان يهنج ويسخن. وبالفعل خلال الفترة دي قدرت أعمل 13 فيديو، كل فيديو فيهم كان تحدي حقيقي. العملية الإنتاجية كانت متعبة جدا وبتاخد وقت أطول بكتير من الطبيعي. قبل ما أبدأ في الفيديو رقم 14 قررت إني هنضف اللابتوب، وبدأت أفك وأنظف وأشيل وأحط بدون أي مساعدة تذكر. لا سألت شات جي بي تي ولا فتحت فيديو يوتيوب أشوف بينظف إزاي ولا المفروض أعمل. لما خلصت وركبت ظهر الجهاز، كنا وقتها العصر على ما أتذكر يعني، وقلت مش هنشتغل دلوقتي على الفيديو، نشتغل بعد العشاء. ركبت ظهر الجهاز، خلاص سبت اللابتوب والوقت بيعدي قبل ما اكتشف المصيبة اللي أنا عملتها. جه الوقت وكل حاجة جاهزة عشان أخش العالم بتاعي. أفتح اللابتوب مش بيفتح. أعمل أيا كان مفيش فايدة. اكتشفت بعدها بأسبوع إن أنا حرقت الجهاز. كانت لحظة قاتلة لكل حاجة حلمت أو بحلم بيه، والحلم انهار جوايا وما عادش ليه أي ملامح. بس بعد سنة أنا قعدت سنة محبط وفاقد الأمل. بعد السنة دي خدت قرار إني هسعى بكل جهدي عشان أعيش حلم. ده حلم طفل ولد في 2013. ده كان عندي تقريبا 9 سنين. الحلم ده مش هيموت. قررت إن أنا أشتغل وأوفر، وبدأت أجمع فلوس وخطط إزاي أجيب جهاز أحسن وأبدأ من جديد، طبعا بمساعدة كبيرة جدا من أبويا. من غيره بداية الرحلة دي كانت هتتأجل لوقت أطول بكتير. قدرت أبدأ الرحلة وأخطو أول خطوة. النهاردة مش مجرد بداية قناة، النهاردة بداية رحلة استنيتها كتير، رحلة استغرقت كتير عشان تبدأ، بس لسه قدامها كتير جدا علشان ننجح فيها. رحلة هشاركك فيها كل خطوة وكل لحظة. مش عايزك تكون متفرج عابر، عايزك تكون جزء من الرحلة دي. أنا إسلام ودي قناتك 2GDM8.